تغيير منتظر ايضا محمد الشمراني، تغيير منتظر، كره ملعب له فرصه شبابيه ما فيها شيء، فرصه جول، فرصه جول، حد من الحارس، ركله جزاء، ضربه جزاء لصالح الفريق الشبابي مع نهايه شوط المباراه الاول. المشاري يشهر البطاقه الصفراء الان للحارس مروان موسى، ونقطه تحول في دقيقه 43. صقر الشباب، صقر عطيف، يراوغ الحارس مروان، يجبر على الإعاقة، يجبر على الخطأ، ولكن هل يعدل خطاه مروان بالتصدي، أو هل للفريق الشبابي عملا ونقطة تقدم؟ صقر ومروان، جول شبابي أول، ونقطة إثارة ونقطة انطلاقة للفريق الشبابي. صقر عطيف متألق البطولة الماضية، حامل اللقب، يريد نقطة انطلاقة وهدف لصالح الفريق الشبابي عبر نقطة الجزاء، عبر خطأ مروان موسى وضربة جزاء نفذها نفس اللاعب اللي تسبب بروقان صقر الشباب. صقر عطيف ركنها في زاوية وأتى بهدف المباراة الأول. إذن الشباب 1 النصر لا شيء. الشباب يتقدم عبر لاعب صقر عطيف، وربما يكون هدف شوط المباراة الأول. 1-0 للشباب. صقر عطيف تسبب وسجل هدف المباراة الوحيد حتى الآن. ينطلق الآن الكرة، والكرة ملعوبة الآن. هذا اللاعب صقر عطيف، لكن مقروءة من صقر عطيف الشباب، وكأنه فريق آخر في شوط المباراة الثاني. تناغم ما بعد تناغم الحقيقة. الهدف أثر ويبدو في ثاني جول شبابي ثاني، جول للشباب، هدف ثاني وأداء كبير من اليوث في شوط المباراة الثاني ما بعد الهدف. حامل اللقب ينتفض ويسجل هدفا ثانيا في مرمى الفريق النصراوي. آلين جويدوش تنتظر تركو سفياني في أرضية الملعب، يجب أن يكون حاضرا في الدقائق القادمة. تمريرة عبد الله عطيف وصقر. عيال عطيف وش سووا في اللقطة الماضية؟ نواف شويعر ينفرد ويأتي بهدف المباراة الثاني. الشباب الهدف الثاني، حامل اللقب الثاني، والشباب يريد العودة إلى نغمة الفوز اللي كانت في الجولة 14 وغابت في الجولتين الماضيتين. نواف شويعر يسجل من لقب فريق الشباب. حتى الآن هي شبابية 2-0. ملعب الكرة الآن، صاحب الهدف نواف شويعر يراوغ بشكل ممتاز جدا، يتقدم نواف في مساحات شوارع في دفاعات النصر، يتقدم نواف أخذ مسافة، أخذ خطوات، يلعب عرضية في يد لاعب النصر فتيني، وقرار من حكم المباراة لصالح فريق الشباب بخطأ لصالح فريق قوة. وصقر بالوضع، ننتظر مرعوبة، مرت جول ثالث، ضربة وأي ضربة يا شباب، ثلاثة شبابية، هدفين مباغتين مع بداية شوط المباراة الثاني. أي شوط يا شباب، أي شوط الفريق الشبابي، فريق آخر في شوط المباراة الثاني. فرحة واضحة على الحارس محمد العويس، هدف لصالح الفريق الشبابي. هادي قذف القذيفة واستقبل بقاياها عبد الله عطيف، في المرمى النصراوي. هدف ثالث. الآن مع التغييرات لديهم مهمة ليست بالمهمة الصعبة. الآن النصر يتغير وضعه إيجابيا بالتأكيد، راح يتقدم، راح يكون هناك راس حربة، راح يكون هناك سعود فلاتة على اليمين، مصعب في مكانه اللي يفضله، راس حربة صريح. لكن النصر متأخر ب3 أهداف، هذه التغييرات توقعتها بالنسبة لجانب النصر. متابعة تأتي الآن لشباب، مرتدة خطيرة، 3 على 2 الآن. انفراد خلصت المباراة بالتمريرات، بالبساطة، بالسلاسة. الشباب 4-0، أقصر الطرق إلى المرمى تهدي للشباب
فهد المنيف الزميل السابق مع الفريق الاول والاسماء الحاضر مع الفريق الاول اللي تتابع خلاص بالبساطه باقصر الطرق يا الان جويدو، باقصر الطرق يا الان جويدو، القميزي، عبد عطيف، فهد منيف، الاسماء الحاضره في الملعب بالتاكيد عيال عطيف يشوفون الاخوان الصغار جالسين يقدمون مباراه ممتازه. شوف اللمسه، شوف اللمسه، موسى حقوي سوى ايش؟ عطاها لعبد الرحمن البركه مع الشباب. يعني مو مهم من اللي يسجل لان الفريق يعمل ككتله واحده، وعبد الرحمن البركه اكثر لاعب يمرر في مباراه اليوم، هو يجد نفسه منفردا ويسجل الرابع. واتت الرصاصه التي بالتاكيد اقل ما يوصف عنها بانها رصاصه رحمه لتنهي تقريبا امال النصر في مباراه اليوم.